ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ الزمالك داخل على ماتشات صعبه قوي في الفتره الجايه، فاحنا جايين نتكلم على اهم الماتشات اللي الزمالك هيلعبها الفتره الجايه. هقول لك الماتشات اللي احنا هنلعبها كلها، وهقول لك رايي يعني في الماتشات ديت، وازاي الزمالك يقدر يطلع باقل الخسائر في الماتشات دي. داخلين على فتره صعبه قوي، فتره لازم فيها نركز، ولازم فيها ان احنا نبدا نحسب كل خطوه بخطوه، نلعب كل ماتش كانه ماتش كاس. تبدأ الماتشات بكرة بأول مواجهة، ماتش الزمالك والمصري بكرة إن شاء الله الساعة 9. بعد كده يوم الأربع هنلاعب بتروجيت الساعة 5. يوم الأربع هيبقى 28 تقريبا، يوم الأربع 28 يناير هنلعب مع بتروجيت الساعة 5 في الدوري. بعد كده يوم الأحد اللي جاي هيبقى يوم 1/2، هنلعب ماتش المصري العودة في الكونفدرالية، ماتش بكرة برضه كونفدرالية. بعد كده يوم الأربع اللي بعده هيبقى تقريبا الأربع اللي بعده هيبقى 4/2، هنلاعب كهربة إسماعيلية. ماتش رخم وماتش ممل، وفرقة وقعتنا الدور الأول، اتعادلنا معاها وعملت ماتش كبير معانا، وكانوا قريبين إن هم يكسبوا كمان. فماتش كهرباء إسماعيلية يوم 4/2 الساعة 8. وبعد كده يوم الأحد هيبقى يوم 8/2 هنلاعب زيسكو في زامبيا في الكونفدرالية، هيبقى الماتش الساعة 5. ماتشين المصري دول أهم ماتشين بالنسبة لي. الزمالك ترتيبه في المجموعة مركز تاني ب4 نقط، المصري الأول ب6 نقط. فرقتين اللي تحتينا كايزر تشيفز وزيسكو. كل واحد كايزر نقطة وزيسكو ولا نقطة. كايزر خدت نقطة من التعادل معانا الماتش اللي فات. ماتشين المصري دول حياة أو موت، هما الماتشين اللي هيحطوك على نقطة إن أنت تتصدر المجموعة. ماتشين مفهومش هزار. الزمالك عنده غيابات، الزمالك عنده إيقافات. غيابات الزمالك في ماتش المصري تقريبا صبحي مش موجود، فتوح مش موجود، اللهم صل على النبي، احمد ربيع مش موجود، نبيل عماد دونجا مش موجود، عبد الله السعيد مش موجود، ناصر ماهر مشي، بنتايج مش موجود، عمرو ناصر مش موجود. فاحنا بكره داخلين ناقصين كتير، بس باذن الله احنا نقدر نكسب ونقدر نعدي. وماتش المصري ده ما فيهوش هزار، ماتش المصري ما فيهوش هزار. لازم بكره تنزل تلعب بروح الفانيلا، بروح جمهورك. انت بتلعب في الزمالك. اي لعيب، كلامي لاي لعيب في اللي هيبقوا في ال 11 راجل ان شاء الله اللي هيبقوا موجودين في ارض الملعب بكره، انت بتلعب باسم الزمالك. ما تستناش، والعب بشخصيتك، وما تسميش وما ترحمش ما تضيعش. لازم نكسب بكره باي شكل من الاشكال. ماتش بكره ماتش مهم جدا، والزمالك داخل على معمعة زي ما بنقول، ربنا يستر. وبالمناسبة يعني الأول قبل ما نقول اللي أنا عايز أقوله، يا ريت بس كل الناس بتتفرج علينا تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس. ويا ريت مشاركات يعني والتعليقات. كنت عامل مسابقة اللي هيتوقع ماتش بكرة. شروط المسابقة ان لايك للفيديو دوت وتشيره، وتكتب لي كومنت بالنتيجة. مش لازم مين هيجيب الاجوان، مش لازم تقول لي مثلا الزمالك يكسب 1-0 مثلا ناصر المنسي هيجيب الجول، لا مش لازم. قول لي بس الزمالك يكسب 1-0، وانا بإذن الله هختار 5. بس لازم يبقوا عاملين الشروط اللي انا قلتها. تاني هنعيد الشروط تاني: لايك للفيديو دوت وشير، وتكون كاتب كومنت يكون فيه نتيجة المباراة. طبعا لازم يفوز الزمالك، يعني مفيش حد يخش يستظرف يا جماعة ويقول لي النتيجة توقع فوز المصري 2-1. لو حصلت مش انت ما كسبتش. لو الزمالك خسر ما حدش ما فيش جوائز وما فيش اي حاجة ولا يا رب الزمالك يكسب وانا اوزع على الناس كلها، مفيش مشكلة، بس يا رب بس الزمالك يكسب. فالمهم ان احنا داخلين ماتش بكرة، لازم نركز. عايز بس اتكلم على ماتش بكره، هو ماتش مصيري في مشوار الزمالك في الكونفدراليه. الماتش ده لو انت كسبته هتاخد افضليه نفسيه على المصري اللي هو اصلا منافس معاك في الدوري. مهم قوي ان انت تاخد افضليه حتى نفسيه في المنافسات ما بينك وما بين المصري. وانت لو كسبت المصري هتبقى انت اعلى منه، وبنسبة 80 90% تبقى ضمنت المركز الاول، لان انت الماتش اللي بعده على طول في الكونفدرالية برضه هيبقى المصري برضه في ماتش العودة. فبإذن الله نقدر نكسب بإذن الله. أتوقع إن الكابتن معتمد جمال هيبدأ بعواد طبعا. عواد ايشو اللي هيلعب باك شمال. في المدافعين اتمنى فتوح، واتمنى قصدي محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد.
باك يمين طبعا عمر جابر لا خلاف. نص الملعب للاسف هنشوف سيف جعفر، وممكن نشوف محمد شحاتة واحمد حمدي. ده اقرب تشكيل يعني. وشمال هيبقى شيكو بنزا، ويمين خوان بزيرة، وقدامهم عدي الدباغ او ناصر منسي. لكن اتمنى عدي الدباغ يبدأ. هيبقى معانا، هيبقى فيه برضو اوراق معاك زي احمد شريف، زي ناصر منسي، زي مثلا محمد حمد، زي انس اسام، انس وائل، زي مين تاني يا ربي. هيبقى في لعيبه. احنا عندنا غيابات كتير، بس باذن الله نقدر نعدي الماتش الصعب دوت. وصدقوني يا جماعه الماتش ده مهم قوي في مشوار الزمالك في الكونفدراليه. الماتش ده لو انت كسبته بنسبه 70 80%، انت ضمنت الصعود، وضمنت ان انت مركز اول. يا رب بس ان اللعيبه تكون حاسه بالناس وتكونوا حاسين بالجمهور. ويا ريت كل الناس اللي بتتفرج علينا تصلي على النبي في الكومنتات وتشير الفيديو دوت. واي حد عنده اي حاجه عايز يقولها في الكومنتات يقولها وهرد عليكم. ماتش بكره اخر حاجه، ماتش بكره ماتش حياه او موت. ماتش بكره ماتش مهم بالنسبه لكل الزملكاويه. ماتش بكره ما فيهوش رحمه. عارفين ان انتوا عندكم مشاكل، وعارفين ان انتوا بتاخدوش فلوس، وعارفين كل المشاكل اللي انتوا بتعدوا بيها. بس احنا ثقتنا فيكم كبيره. ثقتنا فيكم ان انتوا تقدروا تعدوا الازمه دي. باذن الله الجاي يبقى احسن، وان شاء الله نحتفل بعد الماتش سوا باذن الله. يا ريت بس الناس كلها زي ما قلت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، لان في اكتر من 70% اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش عاملين اشتراك، ومش ما بيتفعلوش في الفيديو على الفيديوهات. فاتمنى الناس تدعمني وربنا يصلح الحال باذن الله. كان معاكم محمد عمر من قناه مستر 14. شكرا، سلام عليكم.